السلام عليكم. امبارح يوم 16 سبتمبر مصر نشرت منظومة صواريخ بعيدة المدى، وخلي بالك الخبر ده مش للتفاخر، الخبر ده نقطة تحول في مسار القوة الإقليمية في الشرق الأوسط وتحديدا في سيناء. صحيفة الميدل ايست مونيتورز كانت الشرارة الأولى، بعد كده كل الإعلام العبري نشر نفس الخبر، وتقريبا معظم الإعلام العبري عنده نفس الأسئلة: ليه دلوقتي حالا؟ وليه في سيناء؟ وليه منظومة ال HQ-9B تحديدا؟ فخلينا نجاوبهم على بعض الأسئلة دي. ال HQ-9B مداه يصل ل 300 كيلو متر، وعنده القدرة على الاشتباكات مع الطائرات في الطبقات العليا. وخلي بالك الرادارات المتقدمة والباعث الحراري اللي في الرادارات دي قد يجعل الطائرات الشبحية تفقد المميزات اللي فيه. فهل موضوع نشر الأنظمة ده في سيناء هي رسالة رد من الجيش المصري على اللي بيحصل، ولا الموضوع فيه نوايا أعمق من كده؟ بص، لو رجعنا بالتاريخ في حرب 1967 هنلاقي ان الحرب دي كشفت ثغرة كبرى في الجيش المصري، وهي غياب الغطاء الجوي المصري. ده جعل الطيران الإسرائيلي يضرب القوات الجوية أو الطيران المصري وهو على الأرض. ومن الوقت ده مصر اتعلمت الدرس كويس جدا، وأدركت وعرفت إن الغطاء الجوي والطيران والقوة الجوية ده مش حاجة رفاهية، ده عمود أساسي، بل العمود الفقري لأي قوة استراتيجية في المنطقة. ولذلك في حرب 1973 وبعد ما مصر اتعلمت الدرس كامل، جه بقى دور صواريخ سام 6، ودي اللي أوقفت التفوق الجوي الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ إسرائيل. وهنا احنا لازم نفهم إن أي تطوير دفاعي في مصر ما جاش كده بالصدفة ولا هو عشوائي، ده جه نتيجة دروس مستفادة ومؤلمة وصعبة. والنهاردة لما الجيش المصري ينشر في سيناء نظام ال HQ-9B لتأمين الحدود في سيناء، ده استكمال للمدرسة دي. وخلي بالك الجيش المصري لما بينشر سلاح في سيناء ما بيسيبوش لوحده كده، ده بيربطه برادارات متقدمة جدا، رادارات روسية ورادارات ألمانية، وكمان بيربطه بمقاتلات متعددة المصادر. وخلي بالك المزيج ده بين الأسلحة، بين المقاتلات والرادارات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، العراق حاول يعمله قبل كده، حاول يعمله في التسعينات، بس فشل بسبب غياب القيادة والسيطرة الداخلية أو المحلية. لكن الفرق الجوهري بين العراق ومصر إن مصر خلال عقد كامل قدرت تعمل نظام محلي قادر على ربط الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي ببعضها. بعد ربط كل الأدوات دي ببعضيها، أي ضربة استباقية مثلا إسرائيل هتحاول تعملها هتكون أقل ضررا وأقل خسائر، لأن البنية التحتية للمقاتلات والرادارات والصواريخ دي هي متوزعة وكمان متحركة، وده بيصعب أي ضربة استباقية على مصر. كمان طبقات الدفاعات المتعددة الموجود في الأجواء المصرية وفي سماء مصر، ده بيخلي أي طائرة مقاتلة هجومية بتتعرض لأكتر من حلقة اعتراض. وهنا بقى أنا وصلت النقطة الناس بتتكلم عنها كتير جدا، وهي إن الطيران الإسرائيلي أقوى وأعلى وبيتفوق على الطيران المصري، وممكن بسبب كده الجيش المصري ما يقدرش على الطيران الإسرائيلي. فخليني أقول لك أنت غلطان، وخليني برضه أديك مثال عشان تفهم كويس جدا. دلوقتي الحرب اللي شغالة بين روسيا وأوكرانيا، كلنا عارفين إن روسيا عندها مقاتلات هجومية جدا ومتطورة جدا زي الطائرة سوخوي. هل الطائرة سوخوي كانت سبب في حسم معركة روسيا مع أوكرانيا؟ الإجابة لا طبعا. ليه؟ بسبب طبقات الدفاع المتعددة اللي عند أوكرانيا. إذن الردع هنا قائم على حاجة بسيطة جدا: اجعل المغامرة غير مجدية، يعني أي مغامرة جوية إسرائيلية هتكون غير مجدية بفضل الله، وده بسبب نظام الدفاع الطبقي أو الطبقات المتعددة اللي موجودة في الأجواء المصرية. أظن الصورة وضحت قدامك دلوقتي ليه الجيش المصري نشر نظام ال HQ-9B في سيناء. نشر نظام ال HQ-9B في سيناء عشان يقول للجيش الإسرائيلي ان التفوق العسكري الجوي اللي عندك دلوقتي اصبح ولا حاجة، وان اي مغامرة جوية اسرائيلية في سيناء او اي مهاجم ده هيكلف اسرائيل رد عقابي كبير جدا وخطير جدا. طيب في المقابل اسرائيل ردت عملت ايه؟ تشديد التعبئة العسكرية والغاء الاعفاءات، وده ان دل هيدل على ان اسرائيل قلقانة ومتوترة جدا. إذن الرسالة واضحة: السماء والأجواء المصرية لم تعد مفتوحة كما كانت من قبل. شاء من شاء وأبى من أبى، وتحيا مصر، واشوفك إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.